السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هوريكم مشتريات الاسبوع للبيت من هايبر باندا مع شويه من العروض الجميله اللي كانت موجوده الاسبوع ده بمناسبه رمضان. يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. نبتدي على طول. اول حاجه ابتدي بيها هي الخضار، فجبت هنا شويه من الشبت للسلطه، وانا بحب الشبت اكتر حاجه في الخضره على السلطه وبيفكرني برمضان. انا مش عارفه ليه انا حاسه بجو رمضان. يعني كمان لما دخلت هايبر باندا لقيت بقى اللي هو هل هلالك وبتاع، حسيت بقى خلاص يا جماعه رمضان جه. فجبت دول واتنين بس هنا من الجزر، شويه من الليمون الاخضر ده زي بتاع مصر الليمون البلدي، طماطم. وانا بحب هنا اجيب دايما منتجات القصيم، بحس ان هي عضويه وطعمها جميل كده. فجبت هنا طماطم من منتجات القصيم ومشروم. بالنسبه للفاكهه جبت هنا توت احمر، فراوله وموز، عشان احنا عندنا شويه فاكهه من الاسبوع اللي فات عايزين نخلصهم، فقلت كده كفايه قوي. وجبت هنا كمان علبه من القهوه بتاعتي اللي هي بالكراميل المفضله عندي. بالنسبه لحاجات الفطار جبت هنا 2 من العيش الفرنسي، للاسف ما لقيتش الطويل فاضطريت اجيب 2 من المبططين دول علشاني انا والاولاد بنحبهم جدا. في التميمي ماركت الميزه بتاعت العيش الفرنسي هناك ان هو معمول بالدقيق الاسمر، فالاولاد ما بياخدوش بالهم منه عشان هم بيحبوا الطعم بتاع العيش الفرنسي، فدي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بالدقيق الاسمر اللي ممكن ياكلوها، فعلشان كده ان شاء الله ناويه ان احنا نجيب منه تاني. لوزين خبز التوست بالحليب، وانا بحب اجيب بالحليب عشان الاطفال. هتلاقيها دايما مكتوب ان هو الاتنين شريحه فيهم بيعادلوا كوب من اللبن، فعلشان كده انا بحب اجيب ده للعيال جدا. جبت هنا بيبروني، انا بجيب البيبروني ماركه امريكانا، والرون مدخن ماركه حلواني اخوان عشان في حد سالني قبل كده. شويه هنا من الزيتون المخلي او المحشي، جواه اللي هو محشي بيبقى فلفل احمر، وشويه من الترشي المخلل المشكل المصري ده انا بحبه جدا، فجبت منه هنا شويه. هحاول ان انا اقول لكم على العروض. انا للاسف ضيعت الريسيت، علشان كده هحاول اطلعها لكم من على الموبايل العروض اللي انا استفدت منها النهارده. فاول عرض المكرونه بيرفيتو، يا رب يكون اسمها كده، كان ال8 دول ب 18 ريال، فكده انت حوالي وفرتي 17 ريال. فانا جبت هنا اكتر حاجات انا بستخدمها اللي هو 2 من المكرونه الاسباجيتي، 2 من المكرونه المقصوصه، وبعد كده جبت بقى شويه من الاشكال. انا بحب قوي المكرونات الصغيره دي، وكمان جبت قوقعه، ودي برضو انواع تانية من المكرونه الصغيره. كمان كان في عرض على الدقيق الكويتي، كانوا ال5 دول ب 14.95، وهو اصلا في العادي بيبقى الواحده ب4 وحاجه 90 ريال يمكن، فكأنك برضو وفرتي 2 من الدقيق الكويتي، وانا بحبه جدا جدا، هو احسن دقيق انا استخدمته. الكلينكس دي كان عليها عرض، هي اصلا 6 معاهم 2 مجانا، ما كانش عرض كبير، كان حوالي من 16 ل 13 ريال، فحوالي 3 ريال بس اللي كان على دي. هحاول كمان بعد كده اقول لكم لو افتكرت بقيه الحاجات ان شاء الله. دي كان عليها عرض، دي بتبقى حوالي عاده ب 19.99، كانت ب 12.95، فكان نازله 7 ريال. دول كان عليهم عرض بس انا مش فاكراه، اللي هو 3 من الفول بتاع حدائق كاليفورنيا. فانا جبت هنا 1 سعودي و1 مصري و1 لبناني حاولت كده رحله حول العالم. جبت شويه من الخبز المطحون او البقسماط، انا بحب اللي هو بيكون على الطريقه الاسبانيه، بيكون فيه شويه بهارات كده جميله، بس ما لقيتوش فجبت هنا اللي هو العادي. ومحتاجه قرفه لاني نفسي جدا اعمل سينابون، وما كانش عندي قرفه، كنت خايفه كمان اطحن القرفه، عندي القرفه الاعواد بس خفت ان احطها في الكبه تتكسر، فجبت الحمد لله قرفه. الحمد لله اخيرا هعمل السينابون، وان شاء الله بقى ابوريكم طريقته ان شاء الله في يوم من الايام. وانا بحب الملح ده جدا لان هو ملح بحري عضوي، انا بحب اجيب الحاجات العضويه على قد ما اقدر لما بقدر، علشان بتكون طبعا المواد الحافظه اللي فيها اقل، المواد المصنعه اللي فيها اقل، فانا بنصحكم تجربوا الملح ده. كمان جبت هنا طحينه عشان انا اللي عندي خلصت،
فدي برضو كان نزل عليها عرض، كانت من 36 ريال ل 21 ريال، فعرض حلو قوي وبتقعد معايا كمان فتره. منتجات الالبان جبت 2 هنا من الزبادي اسمه فيتال، انا بحبه عشان بيكون فيه قطع فاكهه من تحت عامل زي الزبادي اللي اسمه بيتي، برضو من المراعي في مصر بس تقريبا اسمه بيتي صح، فكروني. اعتقد صح. جبت كريمة طبخ، جبت خلاص ده بقى المفضل عند الاطفال بتوعتي دلوقتي، الاطفال بتوعتي، اللي هو دانت بالفانيليا ومعاه زي بسكوت شوكولاته كده من فوق. وجبنا المره دي لافاشكرين، بقالي فتره كبيره 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 ما جبتهاش، يمكن 2 أو 3 حاجه زي كده. بنجيب كيري على طول لان هما بيحبوا الكيري اكتر، بس المره دي عجبهم المنظر تقريبا بتاع البقره ده، فقالوا لي يا ماما خلينا نجرب دي ما نجربهاش ليه، فجبناها نجربها ما نجربهاش ليه. احنا خلصنا بتاعه بوك وبصراحه جميله، كان في حد كتب لي في التعليقات ان طعمها حلو، ففعلا طعمها حلو. جبت كيت كات، ما كانش عليها عرض ولا حاجه بس عشان انا ضعفت قدامها كان نفسي فيها فجبتها، فاعذروني معلش. وهنا كمان جبت ايس كريم، ده ما كانش عليه عرض ولا حاجه بس الاولاد من ساعه لما الدنيا ابتدت تكون حر وهم عاملين يقولوا لي يا ماما عايزين ايس كريم، هات لنا ايس كريم، فجبنا الايس كريم. وجبت هنا 4 من لبن المراعي كامل الدسم. المناديل دي كانت عليها عرض، هي كانت ب 12.95 بس مش عارفه نازله من كام، تقريبا من 18.95 بس ما اقدرش يعني احدد بالظبط. وجبت لهم هنا كمان شويه من المناديل اللي بحطها لهم في اللانش بوكس. جبت ده اللي هي الكرات دي من امريكان، ودي كان عليها عرض حلو، استنوا اقول لكم بكام بالظبط، كانت من 27 ريال ل 15 ريال. وانا جبتها علشان الايام اللي ببقى فيها مستعجله او مش فاضيه ان انا اعمل اكل بدل ما نطلب من بره او حاجه، فجبتها احطها في الفريزر ان هي بتتحمر واعمل مثلا جنبها بطاطس محمره او رز، او ممكن كمان اعملها بصلصه كده في السريع، فان شاء الله تنفع. وشويه من الجمبري بتاعت الكبير كبير لارج نظام بقى الكبير قوي قوي بتاع احمد مكي، فجبت اللي هو ده. وده بصراحه جميل جدا، احسن من احسن انواع الجمبري اللي انا جبتها مجمده، ف يعني بيعجبني جدا، انصحكم بيه يعني. جبت كمان زبده، والزبده دي كان عليها عرض، كان 400 جرام ب 10 ريال. اللبان ده انا بحبه قوي، هو اسمه باتوك وبالمستكه الطبيعيه، والعيال نفسهم في جيلي تاني، احنا عملناه مره في اللانش بوكس فهم قالوا عايزينه تاني يا ماما وكده، فجبنا اللي هو بالتوت. اول مره اشوف ده في هايبر باندا اللي هو النيتشر فالي بروتين، ف انا جايباه لنفسي، هو بيقولوا فيه 10 جرام من البروتين وكده، فاعتقد ان هو بيشبع، فعايزه اجربه بقى واشوف الواحد عايز يخس شويه، ف عايز يجيب حاجات اللي هي ايه بتشبع دي وتخليك ما تقعدش بقى تاكل حاجات ملهاش اي لازمه. جبت شويه من سيقان الدجاج، ده انا بجيبه علشان ده مثبت للشعر من لوريال، لما بحب اكوي شعري او اكوي شعر البنات بيبقى حلو ان هو بيثبته فترة كبيرة. ده كان عليه عرض مش فاكراه بس بس اللي هو فازلين اللي هو العناية بالجسم بقى وكده، وده بريحة المسك، فانا كنت بدور على لوشن وكده عشان استخدمه، فجبت ده كمان. ده كان عليه عرض اللي هو فاتيكا بالثوم، وكان في حد قال لي عليه ان هو جميل جدا، فقررت ان انا اجيبه. كمان هنا دول كان عليهم عرض، انا بحب قوي لوكس اسمه ايه اللاين ده كله حلو، بحب قوي اللي بالمسك، والولاد هم اللي اختاروا ده. وجبت كمان كلينكس مناديل الحمام، دي كان عليها عرض حوالي يمكن من 22 ل 19 اعتقد، برضو اللي هو 3 ريال مش اكتر من كده. وجبت وينتكس عشان اللي عندنا خلص. واخر حاجه جبتها شويه من الفحم ان شاء الله المره دي مش هكون نسيت حاجه
فده كل حاجة في الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تستفيدوا من العروض. كان في عروض اكتر من كده بكتير، فبنصحكم ان انتوا تلحقوا تشوفوها. عروض على الاجهزة الكهربائية، على الحلل، على مواد غذائية تانية، بس هي دي الحاجات اللي انا كنت محتاجاها المرة دي فجبتها. فبنصحكم تروحوا هايبر باندا بسرعة عشان تستفيدوا من العروض. ده كل حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، شير وسبسكرايب، وتستنوني فيديو جديد قريب. سلام عليكم.